السلام عليكم. كنت قاعد زهقان بلعب في الموبايل. قلت لما اعمل حاجة كده قعدت افكر. قلت كان في 7 عصافير هنا نظبطه كده. ايوه هو ده. وادي الحاجات بتاعته. قلت اما اركبه كده ايه، عشان عايزين نبقى نجيبه فيه عصفورتين. لسه ما قررتش والله ايه هما العصفورتين اللي هنجيبهم. لو حد يقترح عليا يكتب لي في التعليقات. اول حاجة دي الشبكة السلك دي بتتحط فوق الدرج عشان خاطر الزبل بتاع العصفور ما يدوس فيه وكده، يبقى عامل فاصل ما بينه وما بين الدرج. يا رجاله ركبت. بعد كده ايه، جبت بقى قعدت ادور على الدرج لقيته واقع ورا، رجعت تاني رحت جبته. ايوه هو ده. مسكته عشان كنت غسله بالميه، نشفته كويس. لازم يكون عندك ضمير كده وانت بتركب الحاجه في المظبوط. الدرج اهو جيت اركبه مش عايز يرجع. قعدت ايوه كده تركب الدرج كده تمام. وبعد كده يا رجاله جبت العصايه دي اللي بيقف عليها العصفور، مش عارف اسمها ايه بصراحه. قعدت اقول بقى اجيبها يمين شمال يمين. هي شمال يمين. انا احترت بصراحه اركبها فين، ركبتها في الناحيه دي. بس برضو يعني ما عجبتنيش. قلت ايه، اجيب المزقه. جيت اركب المزقه لقيت اللي بيقف عليها العصفور العصايه دي مش مش نافعه. قلت احلها تاني اركبها هنا. لا. ايوه. رحت جاي ايه، لقيت مكان مناسب. رحت جاي مركبها. قلت لا، ارحلها شويه كده لجوه هيكون افضل. وكده ركبتها. ودي المزقه. دي بقى الاكاله يا رجاله. انا ركبت الاكاله دي وفي الاخر اكتشفت ان انا لازم احلها واركب الغطا وبعد كده اركبها هي والغطا مع بعض. اي بصوا، رجعت تاني حلتها. الموضوع معقد شويه يا رجاله اهي. بصوا كده، دي الحته دي اللي العصفور بياكل منها. اهي. طبعا ما دام ركبنا دي خلاص، يبقى احنا كده عرفنا التانية هتركب ازاي. اهي نفس الفكرة.